يعني ده من اعظم الكتب اللي قريتها في حياتي، وده من احلى الليب ستيكس برضو اللي جربتها في حياتي، كيكو 122. ماشي. فيديو النهارده هتكلم على 10 اسرار كل ست لازم تعرفها في حياتها، وده بيزد عن كتاب انا قريته من وانا في ثانويه عامه تقريبا، او كنت في الثانوي يعني. وبجد هو من اكتر الكتب اللي كل ما بخلصها لازم اقراها، وانا يعني برشح لاي حد عايز يطور من حياته ان هو يقراها. انا هسيب لكم شكل كتاب هنا، وبرضو لو انتوا مش الناس اللي بتقرا كتير فانا هقول لكم على ال10 اسرار الموجوده في الكتاب اللي غيرت حياتي مليون في المية. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا ميرا رضوان، بتكلم على الفاميلين انرجي وعلى السيلف كير والسيلف لاف والكتب ساعات. ولو انتوا تاني مره تشوفوني، ويلكم باك. اول سر معانا من اسرار الحياه هو ان السعاده هي شيء داخلي. ما ينفعش تعتمدي على وظيفه، على اشخاص، على اي حاجه خارج عنك ان هي تساعدك، عشان مش هتساعدك. state of mind، يعني لازم تدربي نفسك ان انت تشوفي الحاجة بطريقة ايجابية من جواكي، مش حاجة اللي هو مش حاجة حلوة حصلتك فبتبسطي وحاجة وحشة حصلتك فبتضايقي. بتعرفي ان السعادة دي هي اختيارك، او ان انت تبقي شخص ايجابي ده اختيارك. بتعرفي قد ايه ان انت عندك inner power مش عند اي حد تاني، وان انت تبطلي ان انت تدوري على حاجات براكي انك تكملك او ان هي تسعدك، عشان هو مفيش. ازاي هنعمل كده؟ ان احنا نبطل نفوكس او نبطل نركز على حاجات خارج عني ان هي تبسطني او ان هي تحسسني ان انا شخص كامل، وابدا اركز على نفسي وازاي اطور من نفسي وازاي اسعد نفسي بنفسي وازاي احب نفسي واتقبل نفسي. وحاجات كتيره قوي هتساعدك ان انت تشوفي الحاجه الايجابيه، ان انت تعملي براكتس جراتيتيود، او ان انت تمارسي عاده الامتنان. كل يوم تكتبي 4 حاجات او 5 حاجات انت ممتنه بتحصل في يومك. كل ما كانت الحاجات بسيطه كل ما هتساعد انك تدربي عقلك ان هو يشوف السعاده في ابسط الاشياء. تاني حاجه، الحياه هي انسايد جوب. هي نفس فكره شويه الاول سر، بس دي معناها ايه؟ ان مهما كانت الظروف نظرتي للحاجه هي اللي بتفرق. يعني مثلا حصل مثلا اترفدتي من الشغل، لو انت عندك نيجاتيف مايند سيت هتشوفي الموضوع ده ان هو يا لهوي انا هعمل ايه. لو انت عندك بوزيتيف مايند سيت او يعني عقليه ايجابيه، فانت هتشوفي ان هو ده اكيد ده خير، واكيد اللي جاي احسن. فاهمه؟ فاللي بيحصل لينا في الحياه عامه هي حاجات نيوترال، هي حاجات ولا سلبيه ولا ايجابيه، هي نيوترال. نظرتنا ليها او ازاي بنشوفها هي اللي بتخليها ايجابيه او سلبيه. على طول بنقول مش هتقدري تغيري العالم من حواليكي، بس هتغيري يور اكشن، رد فعلك. ورد فعلك ده ينبع ان انت عندك قوه. يعني انت مش بتعتمدي على الناس هم يبسطوكي، مش بتعتمدي على الناس ان هم يدوكي ان انت تديهم رد فعل كويس. انت صاحبه القرار، انت صاحبه الرد الفعل. فده بيديكي انت قوه ان انت تعيشي الحياه اللي انت عايزاها، علشان في الاول وفي الاخر كل حاجه بتعتمد على رد فعلك انت، واي حاجه outside you هي حاجه نيوترال. اول جمله دي بس بيقول ايه؟ لما انت ايه بتبليم. البليم يعني ايه بالعربي؟ 2 hours later. بليم يعني ايه؟ يعني بتحطي اللوم على السيركمستانسز او على الظروف وعلى البشر. ده معناه you give away your power، انت تديهم سلطتك. طب فليه؟ فلا، ما تلوميش حد. الوحيد اللي تلوميه انت، والوحيد اللي يقدر يتحكم في حياتك هو انت. فبراكتيكال تيب، لما يحصل لك مشكله ابدأي او مش مشكله، لما يحصل لك نيوترال سيتويشن، او مثلا انت اترفدتي من الشغل، قولي ازاي اغير ماي رياكشن او اغير رد فعلي فاقدر اشوف الموقف ده بطريقه احسن. رقم 3، مجرد ان انت موجوده فده انت source of love، انت منبع للحب. الحب مش حاجه احنا بنكسبها، هي حاجه اوريدي موجوده فينا. لما مثلا بيبقى عندك مثلا في علاقه والعلاقه بتنتهي وعلى طول بتحسي بقى ان انت مش هتلاقي حب تاني، بس تلاقي نفسك بتحبي اخواتك، وتلاقي نفسك بتحبي your pet او الحيوان الاليف اللي عندك، وتحبي صحابك، عشان انتي الحب، انتي مصدر الحب. الحب دي حاجة احنا بنراديت او بنطلعها مننا، مش بناخدها من الناس او مش بنكسبها من الناس. يحصل حاجة زي كده ما تقوليش ان انتي مش هتلاقي حب تاني، عشان انتي اصلا السورس اوف love. ما بتحبي الناس بضمير الحب ده بيرجع لك بشكل او باخر. مش لازم يكون من نفس الناس، بس هو بيرجع لك
ناس مختلفة، من حيوانك الأليف، من أهلك، صحابك. وبحب قوي الجملة دي، عاملوا الناس أو عامل كل حد كأنه أهم بني آدم ممكن تشوفه، عشان ده بجد بيفرق جدا. يعني انت لما بتتعاملي مع حد انت عارفة ان هو أقل منك أو أيا كان بقى في التعليم أو بتاع، عامليه كأنه أهم شخص، اعرفي اسمه، تعاملي معاه، لأن ده بيفرق مع الناس، وده بجد بيخليهم يحترموكي ويحبوكي ويشوفوكي حد كبير. 4، اللي انتي بتركزي عليه بيكبر. لو ركزتي على مشاكل هتكبر، لو ركزتي على حلول هتكبر. زي فكرة ان انتي كل اللي بتفكري فيه عربية حمراء، فكل ما تمشي في الشارع بتلاقي عربيات حمراء. هو اكشلي مفيش حاجة اتغيرت في الاطار، بس انتي عشان انتي مركزة ان انتي لازم تشوفي عربية حمراء فشفتي عربية حمراء. فبرضه بيقولوا ايه، ان احنا عندنا جوانا شر وخير، اللي انتي بتغذيه بيكبر. لو انت غذيتي الجزء الخير اللي عندك هيكبر، لو انت غذيتي الجزء الشرير اللي عندك هيكبر. فلما انت تركزي على القلق والخوف والتوتر هيكبروا، لو ركزتي على الإيجابية والسعادة والحب هيكبروا. فركزي، انت بتحطي طاقتك وبتحطي أفكارك على أي جزء انت عايزة تكبريه. عشان الموضوع يساعدك شوية ان يكون عندك فكرة سلبية، غيريها بأفرميشن، غيريها بتوكيدات إيجابية، وهتلاقي توكيدات دي كتيرة قوي على اليوتيوب وعلى جوجل وفي كل حتة. ولو عايزين يعمل لكم فيديو بس بنتكلم على التوكيدات قولوا لي تحت في الكومنت. رقم 5، ودي life changing secret، احنا وجودنا في الحياة ده علشان نكبر، عشان نبقى احسن فورم او احلى شكل من البني ادمين، مش شكلا اللي هو فيس وكده، لا شكلا روحيا. فلما ربنا بيحطنا في مشاكل وازمات وهاردشيب، ده مش علشان هو بيكرهك، هو علشان عايزك تبقى احسن حاجة. وانت مش هتعرف تبقى في الفورم الحلو الا لما تتحط تحت ضغوطات. زي فكرة الفحم علشان بيتحول لألماس، يعني سورس او اوريجين بتاعة الألماس هو فحم. الفحم ده بيتحط تحت بريشر رهيب ودرجة حرارة عالية قوي تحت الأرض، بعد كده بيتحول لألماس. فاعتبري نفسك دلوقتي فحماية، ولما ربنا بيديكي هاردشيب وأزمات وابتلاءات هو عايزك تبقي الألمازاية. فلما تيجي مثلا مشكلة أو أيا كان، اسألي نفسك هو ربنا عايزني أتعلم إيه، أو ربنا عايزني أنمي إيه في نفسي. وبجد يا جماعة دي أكتر حاجة بتفرق، دي غيرت نظرتي 1,000,000% على لما بيحصل لي ابتلاءات. بقول أنا عارفة إن أنا محطوطة تحت ابتلاء علشان أنا محتاجة إن أنا أكبر شوية عقليا بقى ونفسيا، علشان في حاجات تانية أحسن جايلي. رقم 6، ودي برضو اللي هيساعدكم فيها كتاب The Power of Now، وده بيتكلم على أهمية اللحظة الحالية. معظم our suffering احنا متضايقين أو احنا بنعاني بسبب ان احنا يا بنركز على الماضي يا بنركز على المستقبل. أنا ما أقدرش أغير الماضي ولا أقدر أتحكم في المستقبل، بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن أتحكم فيها وأتبسط فيها هو دلوقتي، الدقيقة الحالية أو الثانية الحالية اللي انتي بتتفرجي فيها على الفيديو ده. دي الحاجة الوحيدة اللي تحت سيطرتك، غير كده مفيش حاجة تقدري تغيريها أو تتحكمي بيها. لما انتي حاسة ان انتي على طول قلقانة، اعرفي ان انتي عايشة في المستقبل. لو انتي على طول مكتئبة، فاعرفي ان انتي عايشة في الماضي. اللي انتي اللحظة اللي انتي فيها دلوقتي ما فيهاش ولا قلق ولا توتر ولا حزن، فيها presence، فيها تواجد، انتي متواجدة في الدقيقة واللحظة الحالية. وعلشان تدربي نفسك ان انت تعيشي في اللحظه دي، اعملي mindfulness او اعملي meditation على طول. حاولي ان انت تتاملي وان انت تقولي انا سامعه ايه، قولي 5 خطوات انا سامعاهم، 5 حاجات انا شايفاهم، 5 حاجات انا حاسه بيهم بايدي. واعملي تمارين التنفس، كل ده بيساعدك ان انت تكوني في اللحظه الحاليه. ولما تتعودي على الموضوع ده بجد هيفرق معاكي جدا، ان انت فعلا مش هتقدري تغيري الماضي ولا تتحكمي في المستقبل. 7، في فرق ما بين الحب الحقيقي وما بين الاتاتشمنت. الحب الحقيقي بيبقى بيحررك، بيبقى فيهوش خوف، ما فيهوش قلق، unconditional، ما فيهوش شروط، ما فيهوش سيطره وتحكم في البني ادمين. لكن الاتاتشمنت عكس كده خالص. لما تلاقي نفسك ان انت يعني بتقللي من قدرك عشان حد يستنى معاكي او يفضل معاكي، فده مش حب. لو انتي على طول في خوف وكنترول وحاجات غريبة كده، فده مش حب، ده attachment. تحسي ان شخص يعني ممتلكك او انتي ممتلكة حد، فده مش حب، ده attachment. والattachment تبقى جاية اكتر او يعني نابعة اكتر من الخوف ومن السيطرة. لكن الحب عكس كده خالص،
فلما تلاقي نفسك في سيتويشن زي ده او موقف زي ده امشي، يعني ده توكسيك، ده حاجه سامه جدا، وده مش حب، ده تحكم. خدي بعضك وامشي. انا مش هتكلم في الموضوع ده كتير، خدي بعضك وامشي. رقم 8، انت كفايه زي ما انت. محتاجين نتعلم اكتر عن السلف اكسبتنس، ازاي اتقبل نفسي وازاي احب نفسي زي ما انا، مع ان انا لو عندي فلوز او عندي مشاكل احلها. البروسيس بتاعه الحل مشاكلي، انا بحب نفسي. يعني انا ما ينفعش ان انا ببقى عندي مشكله وبحاول انا احسن نفسي اكره نفسي. هو المفروض ان انت تعملي توازن ما بين حب النفس وتقبل النفس، وان انت فعلا في نفس الوقت بتحاولي تغيري حاجات في نفسك عشان تبقي احسن. فاهمين التوازن؟ الثقه بالنفس مش معناها ان انا ما عنديش غلطات، بس معناها ان انا متقبله الفلوز او المشاكل او العيوب اللي عندي. كلنا عندنا عيوب. ومن التبس بتاعت سيلف كونفيدنس اللي انت ممكن تكسبيها او تعرفيها، ان انت عارفه لما تمشي مثلا في اوضه ما تعرفيش حد، كل الناس اللي في الاوضه دي عندها عيوب وعندها insecurities زيك بالظبط. فليه ابقى اقل منهم او ليه احس ان انا اقل منهم؟ كلنا زي بعض. في ناس بس بتعرف قوي تخبي الموضوع ده، بس بجد كلنا متدهولين. ودي حاجه تخليكي كونفيدنت، عشان كلنا شبه بعض، مفيش حد احسن من التاني. انتي بتتقبلي نفسك زي ما انتي، بتجذبي ناس يحبوكي زي ما انتي، ودي حقيقه. فلو انتي مثلا ما تقبلتيش نفسك وعندك عيوب، هتلاقي ناس جايالك في حياتك ما بتقبلوش العيب ده. وده برضو في نفس فكره ان ربنا بيبعت لنا حاجات علشان نتعلم. يعني لو انت مش بتقبلي نفسك، فربنا يبعت لك ناس مش بيتقبلوكي علشان تتعلمي ازاي تتقبلي نفسك. هي لفه سايكل. رقم 9، كل حاجه بتحصل لك هي بتحاول تعلمك درس. الصديق اللي سابك او صديقه اللي سابتك اوت اوف نو وير، دي بتعلمك درس. الشخص اللي دخل حياتك وانت مش متقبله نفسك وكمان مش متقبلك في الفلوس يعني اللي عندك، ده بيعلمك درس. المشكله اللي حصلت لك في وقت ما بيعلمك درس. سقوطك في امتحان ده علمك درس. كل ده بيعلمك دروس. الحياه، مواقف الحياه والبني ادمين اللي احنا بنقابلهم هي عباره عن دروس. انت علشان المشكله دي تزول محتاجه تسالي نفسك، هو انا بتعلم ايه من ده؟ او انا المفروض اتعلم ايه ده؟ او اغير من نفسي. الكوت الحلو قوي، life isn't happening to you, it's happening for you. يعني الحياة مش بتحصل أو مش بتصدمك أو مش بتعملك مشاكل، هي بجد هي بتحاول تساعدك إن انت تبقي أحسن، إن انت تبقي أشطر، أذكى، مرنة أكتر. بعد أي major challenge حصل لك، قولي أنا اتعلمت إيه عن نفسي، اتعلمت إيه عن الناس، اتعلمت إيه عن الحياة عامة. بجد هيفرق معاكي جدا. آخر حاجة، الحياة عبارة عن اختيارات انت بتعمليها. الاختيارات اللي انت بتعمليها النهارده هتأثر على حياتك كمان 5 سنين. شوفي انت بتعملي ايه يعني او قولي لي انت بتعملي ايه دلوقتي، وانا هقول لك انت كمان 5 سنين حياتك هتبقى عامله ازاي. فما ينفعش تلومي الناس ولا الظروف ولا اي حاجه على حياتك، عشان بجد حياتك دي عباره عن اختيارات انت بتعمليها كل يوم. فهل الاختيارات اللي بتعمليها كل يوم مساعداكي ان انت تبقي او انت توصلي للحياه اللي انت عايزاها ولا لا؟ لو لا، ايه اللي موقفك ان انت تعملي اختيارات الاصح؟ ولو كملي على كده. نلوم الناس ان كل حاجه بايدينا، بلاش نلوم الظروف عشان كل حاجه بايدينا. الحياه اللي احنا عايزينها هي معتمده 100% علينا، مش على الناس ولا على الظروف ولا على الحياه ولا اي حاجه. فاختاري الاكشنز، الافكار، المعتقدات، الشويسز، الاختيارات كل يوم الريليتد او ليها علاقه بالحياه اللي انت عايزاها. وده كان كتاب النهارده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر تip حسيتوها ان هي ساعدتكم، او حاسين ان هي واو فعلا، وايه التip حسيت ان هو عادي. واشوفكم في الفيديو الجاي.